وفي ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من انتموا إليه، فلذلك ذكرنا هذا. فليس لأحد أن يقول ما الفائدة في ذكر أخبارهم فيما يتعلق بالكلام في الغيبة، لأننا قد بينا فائدة ذلك فسقط هذا الاعتراض. وقد كان في زمان السفراء المحمودين، ولقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم توقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ظهر الحق. إيش؟ يلا فسر، يلا احكي يلا قل للعالم شنو معنى كلام الشيخ الطوسي. أي شخص، أنا عندي، نحن الشيعة نحن نلتزم. شوفوا وجه أبو عمر الشامي متفاجئ مصدوم من هذا النص. والله أدري بك أنت مصدوم، والله أدري بك. أنا هيستوري تيشر ترى، مو أي واحد. على كل اسمعني يا أخوان ماذا يقول. مولاي تقول هيستوري تيشر ترى، إذا أبي أعفط اي هذا شوف هذا عيب عشان تعفط. مو الآن حصرتكم اسمعني. اهدى حصرتنا شنو قاعد نقول لك اهدى لك. اسمع الآن يا أبو عمر الشامي جبت لك النص. ماذا يقول النص؟ يلا يلا انا يابا انا مرتاح يابا. يابا انا مرتاح يابا، انا مرتاح. اهدى لك اتركوه خليه يكمل. اتركوه اول خليه يكمل مداخلتي. ايش بيكم؟ خليه يكمل مداخلتي. اولا الحمد لله والشكر اثبتنا بالدليل القاطع نحن الشيعة الامامية انه اسحاق بن يعقوب ورد اليه توقيع من الامام المهدي عن طريق السفير. اي اسحاق بن يعقوب اللي انت تتكلم عليه جايب لنا روايه من كتاب سريع دكتور الباز، سريع شوي، سريع شوي الباز. هذا دا يسوي افلام يا افلام هنديه عمي، يا افلام هنديه، يا افلام هنديه يا شباب. ماذا يقول؟ وفضيحته. يقول وقد كان في زمان السفراء. نعم. يتكلم عن من؟ سفراء. عن زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات. إذ هو ماذا؟ إذن أقوام تأخذ من السفراء. صح. إسحاق بن يعقوب سفير عندكم. لا أبو لا أبو آدم. اعمل ميوت. لا بس دقيقة. اعمل ميوت. إذا هاي مكتب الشيعية، إذا كان الشيخ الطوسي شوفوا يوثق إسحاق بن يعقوب ويقول بأنهم أقوام ثقات، شوف شو قال بعدها. قال منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله. ليش ما ذكر إسحاق بن يعقوب؟ اثنين. هذا الطوسي، شوفوا هون الطوسي